جوزك بيقلل منك على طول، دايما هو اللي فاهم وكل الناس غلط. مفيش حاجة بترضي غرور. استني، ممكن ما تكونش شخصيته قوية، ممكن يكون نرجسي. الأب النرجسي مش لازم يزعق ولا يمد إيده علشان يأذي، أحيانا بيأذي نفسية مراته وعياله بالكلام، بالتحكم، بالإهمال، أو حتى بالتجاهل. هو مش بيشوف غير نفسه، بيحس إن الناس كلها أقل منه، حتى ولاده. يعني لما ابنه ينجح ممكن يقول أنا السبب في نجاحه، ولو غلط يقول أكيد ما طلعش زيي. شايفة العقلية؟ هو دايما المحور مش هم. تعالي اقول لك هو صفاته ايه علشان تعرفيها. بيدور على الكمال دايما، ويشوف غيره دايما ناقص. ما بيعتذرش، لو غلط يلف ويدور ودايما يطلعك غلطان. لو ولاده او مراته نجحوا، يا يقلل من نجاحهم يا اما ينسبه لنفسه. ممكن يكون ساحر بره البيت بس جاف وبارد وساخر جوه البيت. بيتعامل مع ولاده على انهم امتداد لصورته، مش انهم بشر مستقلين. طب ازاي بيأثر على جو البيت؟ الزوجة دايما تعبانة ومش عارفة ليه، هي كل ما تدي اكتر هو يرضى اقل. الاولاد بقى يا اما يبقوا اتباع خاضعين او بيتمردوا ويتمسكوا في اي فرصة يثبتوا فيها نفسهم حتى لو بشكل مدمر. البيت دايما في حالة توتر، مش عارفين ايه اللي يرضي السيد. تابعيني علشان هقولك في الفيديوهات اللي جاية حاجات تخلي حياتك اسهل.